بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول صاحبة الحكاية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت اليوم نحكي لكم حكايتي، ترددت بزاف باش نحكيها تابعوا ولا معنا نتواصل مع حكايات العباسية اللي العباسية. صوتها رجع لي إدمان، وكل يوم نقارع لا تنسى حكاية اللايك جديدة. والمتابعة تشاورت مع ليصلك راسي كل جديد. وتشجعت وقلت نحكي حكايتي. كي كنت في كرشمة قالوا لها كاين والي يسموه سيدي قادة في معسكر، روحي زوري بالك يصدق لك هذا المزيود ويعيش. قالوا لها مليح، وماتنا كانونية. أما راحت زارت وندرت لو كان يصدق هذا المزيود اللي في كرشها تسميه على الوالي الشير ولا شيرة. أما مسكينة كانوا يموتوا لها، كي توصل 8 شهور يطيح الغريان ويموت. قبلي جابت 5 خوتي. المهم فيا أنا فات الشهر الثامن ودخلت أمه في الشهر التاسع. جاها الوجع وزيدتني غير في الدار. جابوا لها القابلة، قابلت أمه وزدت أنا. أمه سقست القابلة قالت لها ولد ولا بنت؟ قالت لها بنت. جدتي قالت لها سميها القاداوية، راني نادرة باللي نسمي على الوالي. سموني القاداوية وزدت في 1952. في الوقت الحالي عندي 73 عام. كي زدت فرحوا بيا، أما أبا قاع الدار فرحت بيا. داروا لما القصعة نتاع بكري، بركوكس لا بريستيج لا ديكور لا والو. وزادت مورايا 4 نتاع الشيلات وزوج الشاشرة، يعني كنا 7 خاوة. أختي الصغيرة قاع التالية زادت 1966. كنا في الدار الكبيرة مع عمومي وعماتي. صح كنت أنا الكبيرة في دارنا، بصح ولادهم قاع كانوا كبار عليا، لا خاطر أما السنين الأولين كانوا يطيحوا لها ما عيشتش. وكنا قاع تحت جناح جدي وفي الفيرما نتاعه، وكنا الحمد لله بخيرنا. وعدنا الزوايل من كل نوع، البقري الغلم المعيز الخيل، وكان عندنا حتى الجمل والدجاج، الوز البط البراك الداند، من كل خير. أرض جدي كانت كي توقف فيها ما تقدش تشوف الحدود نتاعها، أرض كبيرة. كنا في وهرن ودروك بلدية تليلات. المهم بديت نكبر ودرت 8 سنين، 1960 درت 8 سنين، وهنا بديت نعقل. جدي كان يبغيني ويموت عليا، وين يروح يركبني حذاه في الكاليش اللي كان يجر فيه العود. نروحو ندورو، يشوف الخدامة تاع الأرض، يشوف الراعي تاع الزوايل، وكي يجي يجيب هذيك الكروسة معمرة بالخضرة والفاكهة من كل خير. يدخلوا النص، والنص اللي يبقى يلموه ويخلوه. يجوا في الليل الناس يدوه، وخطرات يذبح خروف ولا دجاج ويدوه حتى اللحم مع الخضرة والفاكهة. ما كنتش نعرف، بصح كي كبرت عرفت باللي هذوك المجاهدين وجدي كان يعاونهم بالماكلة. هذا اللي عقلت عليه في أيام الثورة والمجاهدين، الله يرحم الشهداء اللي حروا البلاد. جات 1962 ودينا الاستقلال وهودوا المجاهدين. كان عندي 2 عمومي في الجبل، واحد جا والزاوج استشهد. هذاك النهار الفرحة مخلطة بالحزن، فرحة الاستقلال وعمي اللي جا، والحزن نتاع عمي الزاوج اللي استشهد الله يرحمه. المهم فاتت 62 ودخلت 63 وإحنا على حياتنا اليومية. بصح جدي ما قعدش يخرجني معاه، لا خاطر كبرت ووليت في عين الزواج. جدتي قاعدة تقول له هادي غادي نزوجوها، ما تظلش دايها معاك تحلحل فيها. هذاك الوقت كان عندي 11 عام فايت، بصح عند جدتي كنت عزبة وبالك بايرة قاع. قعدت في الدار نعاونهم، نطيب نحلب البقري نحرق الكوشة نغسل الزرع والقمح، وليت مران تاع دار مع أمه ونساوين عمامي. 1963 خطبوا لعمي وجابوا له وحدة قريب قدي في العمر، كان هو عنده 22 وهي قريب 14. جهزوا لها وداروا العرس وجابوها للدار. فوتنا عرس شباب، بصح جداتي قاعدة تقول لي الكنة اللي جبناها تقريبا نتيجتك، راكي برتي في رصاننا نتيا. ما كنتش قاع ندير عليها لخاطرش كانت كبيرة، وأنا ما رانيش نشكر في روحي، كنت آية في الجمال. الشعر راك حلو، العين عسلية وكبيرة وبيضة كيما الشحمة ومعمرة، خدودي حمر كيما التفاح.
كانوا يخطبوني وجدي ما كاش يقبل. الخطاب اللي يجي يقول لك هذا ماشي مليح. المهم الكنه اللي جابها عمي جات وقعدت تغير مني ودابزني. جدي ما بغاش عليا ورجعها لدارهم وطلقوها. وفي ذاك العام عاودوا زوجوا عمي. فاتت 63 ودخلت 64، وهذاك الوقت كان عندي 12 عام. خطبني خالي لولده. في الاول جدي ما بغاش، بصح جداتي وما تحزموا واثروا على جدي ومدني، داروا لي الملاك والجهاز وجهزوني خير من بنات الدوار. المطارح تاع الصوف وداروهم لي بالقطيفه نتاع راس الغول والبلوزه الوهرانيه والقفطان مجبود به بصباطه نتاع المجبود والمخايد والذهب. جدي الله يرحمه شرى لي كيلو تاع ذهب وداروا لي العرس ورحت العروسه لدار خالي. كانوا ناس بسطاء، سكنه عاديه، كانوا ساكنين في سيق. ولد خالي اللي داني يعني راجلي كان باغي وحده رقاصه، وباش ينسوه فيها خاطبوني انا وزوجوني معاه. كان يعاملني أسوأ معامله، الضرب ويبات برا مع الرقاصه بالسيمانه. وخالي ومرت خالي غير كاموفلو في الحاله. الصبري ما تهضريش، كانوا بكري العروسه ما تروحش لدارهم حتى يدور العام. المهم فاتت شهرين على عرسي ورفدت الحمل. ما فرحتش الصراحه بالحمل وبغيت نطيحه. شريت القرفه وقعدت نقز، وليت نفورسي على روحي في الخدمه نتاع الدار. ويلو لصق هذاك الحمل. كي درت 4 شهور نتاع الحمل الراجل كاع ما يجيش للدار، ضاق بيا الحال. قلت والو نروح لدارنا. عيا خالي قاعد يقول لي قعدي دوك يتسقم. دوك 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 انا صممت وداوني. كي دخلت قعدت نبكي. جا جدي ولقاني هكا وما غير تعرف في شواربها مالكي. حكيت له، راح عندهم تهدد عليهم وجا سقساني. قلت له باغي نطلق. اتطلقت وقعدت في دارنا. فاتت الشهور تاع الحمل وولدت وجبت ولد. والصراحه كنت كارهه منه. لغيت الخالي وقلت له اديه عليا. عيات ما عيات. قلت والو يدوه. اداه خالي وراح. وفاتت شهرين ورجعت عادي. بياضيت وسمنت كيما كنت الزين ولاطاي. فات عام وجاني خطاب واحد اخر قبلت. كان استاذ في الفيلاج اللي كنت فيه. كان ما شاء الله ونعم الرجل. تزوجت به وانا هجاله وهو عازب. في الاول غاشيه ما بغاوش، بصح هو صمم وعزم وداني. سكننا في السكن الوظيفي. 1966 رفدت الحمل وولدت ولدي جمال. في 1967 مات جدي الله يرحمه. شاسرالي عليه، اندبت وجهي قطعت شعري وقعدت نجري كيما المهبولة في الزنقة. درنا الموت 7 أيام بلياليها، الطعام بالحسل الحر والدهان الحر واللحم، وكل ليلة نوكلوا الناس. فاتت 7 أيام وقعدت في دار جدي. يعني قعدت بعد الموت 20 يوم ورجعت لداري. ناضت دبزة بين عمامي وعماتي على الورث. جدتي كي شافت الدبزة طلعت لها لا طونسيون وماتت بعد جدي بشهر. كي ماتت عاودنا درنا الموت 7 أيام بلياليها. وفاتت موت جداتي قعدت غير 10 أيام ورجعت لداري. مور الموت نسى عمامي وما الدبزة مش شعر لخوت بالخدامة، حتى دخلوا الناس الكبار وقالوا لهم بيعوا وكل واحد يدي حقه. داروا كلش في البيع، باعوا وكل واحد ودى حقه. تفركتت العائلة اللي كانت ملمومة بالحب نتاع جداتي وجدي الله يرحمهم. فاتت 67 تفنى فيها زوج عزاز علينا. شراب وأرض وبنا سكنة ودار زريبة يربي فيها الغلم والبقري. فيرما صغيرة وانا كنت مواصلة حياتي مع راجلي. رفدت الحمل الزاوج وولدت وجبت ولدي الزاوج محمد. زاد 1968 سميته محمد على جدي. 1969 ماتت أمه والصدمة كانت كبيرة، ما كان عندها والو. الصباح صبحت قلبي ماتت. ما أمنتش. الشوك حكمني شهر وانا ما نهدرش غير نشوف. حتى رقالي راجلي وبشوية بشوية فاتتني هذيك الحالة. كي ريحت وتفكرت أمه عاود تموت واحدة أخرى بالبكا. ما بكيتش في أمه نهار اللي ماتت، تشوكيت بصح كيف طنت قعدت نبكي. بكيت البكو تاع البنت على أمها. فاتوا الشهر
ودخلت 1970. وكاع هذه المدة وانا لا خبر على ولدي الاول، ولدي اللي ولدته مع الراجل الاول وعطيته لخالي داه الاسم وما عرفتاش كيفاش سموه. تزوج بوه مع الرقاصة هذيك بالسيف على خالي ومرت خالي ودخلها عليهم للدار. المهم فاتت 70 وال71 ودخلت ولدي الكبير يقرأ السنة الأولى، كان عنده 5 سنين لخاطر بوه معلم دخلوه صغير، دخله وقعد يديه معاه يقرأ 70. وجبت ولدي الثالث وسميته هواري على با. فات عام وزدت رفدت الحمل بآخر العنقود. بنتي اللي سميتها جميلة مليكة، سميتها على أمه وجداتي. فاتت العوام ودخلوا ولادي قاع للمدرسة، ربح خوهم الكبير سيزيام وطلع للمتوسطة. كان باغي يدير النظام الداخلي بصح عمته ما بغاتش، قالت لنا يقرأ ويجي عندي. الحمد لله ولادي في 4 كانوا من النجباء ومجتهدين. طلع ولدي الزاوج ثاني للمتوسطة، ولدي الثالث كي ربح السيزيام ربح خوه الكبير البيام وطلع للثانوية. وقعدت جميلة تقرأ في الابتدائية، غير هي اللي معانا في الدار. فوتت حتى هي السيزيام وطلعت للمتوسطة، قعدت غير أنا وراجلي. فاتت العوام وطلع ولدي الكبير للجامعة في 1989، تخرج من الجامعة إطار في الدولة. فرحت به بزاف. وكانت جميلة في الثانوية، وهذاك العام تفوت الباك، فوتت وربحت وطلعت للجامعة. تزوج با كي كبروا خوتي واخواتاتي، كبروا بيني وبين دارنا، وخصوصا اختي الصغيرة حتى هي كانت تقرأ وكانت مجتهدة. تزوجت اختي في 1990 في جونفي، وبا تزوج في اوت. ما كاش باغي يتزوج حتى كبروا. اخوتي قال ما رانيش باغي نجيب مرت الاب تغبن ولادي. كنت كل يومين نروح لدارنا نقي ونغسل حتى تزوج خويا اللي مورايا. عاد قللت المروح لدارنا وكانت نعمة الكنة. المهم تزوج با وجاب مرأة، والمرأة اللي تزوج بها با هي مرت عمي اللي طلقها قاع من كنا صغار وكانت تغير مني. لصقت في با وداته تزوجت بيه وحرمت عليا الدار أنا وخوتي الله يسمح لها. المهم فاتت 90 ودخلت 91 وبدا القلال يحمى. في الأول كانوا دوك اللي ما يتسموش يجو خاصنا فراش عاونونا رانا نجاهدوا. البلاد كانت مستقلة فاش كنتو تجاهدوا، بصح من بعد تعاون بالسيف عليك. كانوا خوت مرتبة من الأوائل نتاع دوك الكلاب، قعدوا يجو يتعشوا ويدوا الماكلة من عند با بالسيف عليه. المرأة خوتها منهم ولازم يعاون لخاطر يخاف على روحه. أنا كنت بعيد عليهم شوية نسمع غير خبارهم. وبا قال لي ما تجيش عندي وتجيبي بنتك ولا ولدك. قالوا لي ولد بنتك من الطغاة على ولدي الكبير ولازم يموت، جيبه لنا هنا وعندك الأجر. وبا خاف عليه قال لي قولي له ما يجيش. قلت لولدي ما تجيش، وحتى بنتي قلت لها ما تزيديش تجي وقعدي غير عند عمتك. فاتت 92 ودخلت 93 وتخرج ولدي الزاوج ودار محامي، وموراه بعام تخرج ولدي الثالث قرا كيما خوه ودار أستاذ جامعي. قعدت غير جميلة تقرأ، وكل ما نتوحش ولادي نتلاقى بيهم عند عمتهم. بحت شوية ذهب من تاعي وشريت لهم سكنة في المدينة وقعدوا يروحوا فيها. جات 1994 قالوا بلعوا المدرسة والمدرسين يحبسوا، بلعوها. وقعد راجلي في الدار، الشهرية تاعه تتمشى وولادي يرسلوا لي الدراهم. وفي نفس السنة قلت له المدير تاع المدرسة الرعب حكمنا. قلت الراجل نروحوا لدارنا جديدة تاع المدينة، لمينا صوالحنا ورحنا الحمد لله ريحنا. 1995 ذبحوا واحد مع مامي هو وولده، رحنا نعزو. طاحوا دوك اللي ما يتسموش على الموت داو النساء وجرجروني معاهم. قعدت نتوه، ضربني واحد للراس، تغاشيت ما فطنتش حتى لقيت روحي في الجبل. شفت تما النساء اللي بالكرش المهبولات، الكلاب كانوا من طرف اللي يشوفوها يتعدوا عليها، ما يعرفوا لا مهبولة ولا عاقلة. زوجوني تما 2 خطرات، فاتت عليا 3 سنين وانا من جبل لجبل، وكل يوم نطلبوا في ربي يجينا المخلص العسكر
هو كان المخلص.